مستمعينا الكرام واهلا بكم. اتمنى في البدايه تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد وحصري. الف مليون مبروك لكل الجماهير الاهلاويه بنسبه تتخطى 90%. زين الدين بالعين خلاص يعتبر موجود داخل النادي الاهلي. زين الدين بالعيد اللعيب المتالق والمبدع والمدافع القوي جدا جدا اللي بيلعب في اتحاد العاصمه الجزائري، واللي قال الكلام ده المتالق الاعلامي الكبير والمبدع محمد شبانه. طلع على قناته على اليوتيوب وقال لك ان زين الدين بالعيد على مسؤوليتي الخاصه وبراهنكم ان زين الدين بالعيد خلاص بنسبه كبيره جدا جدا هيكون داخل النادي الاهلي. وخلاص يا ساده، مدافع النادي الاهلي الجديد هيكون موجود خلال الايام القادمه ان شاء الله. وده خبر مفرح جدا جدا لكل الجمهور الاهلاوي طبعا، لان زين الدين بالعيد مدافع كبير جدا ومتألق جدا جدا، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في الايام المقبله. وايضا اعلان القاضيه ممكن اللي عملوه لفيلم احمد عز لاعبي الاهلي، سواء كولر او محمد مجدي قفشه او امام عاشور، اللي عملوا اعلان يعني اعلان مش محترم الصراحه، انا من وجهه نظري كده. حتى يعني لو انت اهلاوي اكيد انت مش عاجبك الاعلان اللي عملوه، يعني اعلان يوم الوقفه وتنكدوا على الزملكاويه وما ينفعش. نتمنى كل التوفيق للاهلي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.